السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم البنات جبت لكم وصفة تقليدية قبائلية. ان شاء الله تعجبكم. هذه الوصفة عبارة عن طعام بالجلبنة والفول والبيض. ان شاء الله تعجبكم. يعني نفوروه فوق النبتة هذه يعيطوا لها اذريس هنا في بجاية وكامل القبائل. يعني هاد الوصفة صحية 100%. ان شاء الله تعجبكم ونديروها. يعني هاد الوصفة نديروها اول مارس كي يدخل يعني مارس في ربيع كما يقولوا ناس قبايل تفسوس. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة البنات. بقاو معنا مع المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. اول شي البنات حبيت نهضر لكم على هاد النبته اللي يسموها اذريس. يعني هنا في ناس قبايل يعيطوا لها اذريس، يعني بالعربيه ما على باليش كيفاش يعيطوا لها. يعني اللي تعرف الاسم تاع هاد النبته بالعربيه تخلي لي الاسم تاعها في التعليق. شوفوا البنات كيفاش تجي هاد النبته. هاد النبته تخرج في الربيع، يعني مع الجذور ديالها نحيوها مع الجذور ديالها. انا هادو يعني شراهم راجلي هكذا يجي مع هاد الاوراق تاعها والجذور. هاد الجذور صحيين 100%. يعني ناس قبايل كاين بزاف في المناطق يديروا اكثر من نبته. يعني انا اليوم جبت غير هاد النبته، كاين يديروا حتى 7 نباتات صحيه يعني تخرج في الفصل الرابع. هاد النبتة كما قلت لكم البنات صحية 100%. يعني نديروها في فاتح مارس كي يدخل مارس نديروها هنا كما راكم شايفين هنا. الجذور ديال النبتة ديالي غسلتهم مليح، نحيت لهم كامل التراب ديالو. يعني يجي معاه بزاف تراب، نحيته كامل وقشرته. من بعد هنا راني يعني نكرازيه كامل باش تطلق لي يعني الدواء تاعها، يعني تطلق لي الفائدة ديالها. الجذور هادو دواء طبيعي. هكذا نكرازيهم كامل كما راكم شايفين هنا. من بعد ندير قدرة تاع الماء، يعني نغلي الماء حتى يغلي هكذا البنات بهذه الطريقة. من بعد نرمي كامل الجذور ديالي تاع أذريس للداخل هكذا ونخليهم يغليو ونولو الكسكس ديالنا. الكسكس ديالنا واش نديروا له البنات؟ هنا الطعام ديالي تاع البيت يعني مفتول في البيت، يعني غسلته مليح. من بعد نشفتو كما راكم شايفين هنا. نشفتو يعني الطعام تاع البيت المفتول في البيت تقدروا تغسلوه كما حبيتو، ما تخافوش منه. ماشي كيما هذاك تاع يعني تاع برا، لازم تحضروا بالماء. من بعد الكسكس ديالي من بعد ما نشف دهنته بشويه تاع الزيت، يعني زيت عاديه في الاول. هنا راني راح نفورو درك البنات هاد الطعام، يعني نفورو الفوره عاديه. هاد الفوره الاولى الفوره تاعها عاديه كيما نفورو كامل الطعام، بصح الفوره الثانيه ما تجيش عاديه. درك تشوفوا البنات وعلاش ماشي عاديه. هيدا البنات نحطو فوق القدرة ديالي وين حطيت الجذور تاع النبتة تاع أدريس. بهذه الطريقة نحطوه حتى يفور. نسحقو تاني الكسكس ديالي كما راكم شايفين هنا. عندي هنا الفول، يعني نحي غير الحبات اللي كاين لداخل كما راكم شايفين، وعندي البيض وعندي الجلبانة. يعني هذا واش يسحق الكسكس ديالنا.
بهذه الطريقة نحي كامل الحبات هادوك، يعني كيما حبيتو ديروا الجلبانة وحدها، حبيتو ديروا الفول وحدو كيما حبيتو كيما ديروا كيما انا درك راني ندير خليط بين الفول والجلبانة. وطعام تاعنا تاني يسحق الدرسة، درك تشوفوها معنا نحضروها مع بعض. هكذا نكمل نقشر كامل الفول ديالي، يعني نحي كما قلت لكم غير الحبات اللي كاين لداخل، والقشور هادوك ما نرموهمش، نقطعهم قطع صغيره ونغليهم ونخبيهم نديرهم طبيخه كاش نهار هكذا. من بعد ما فرلي الكسكس ديالي ولا الطعام ديالي الفوره الاولى، يعني كما قلت لكم الفوره هذه الاولى عاديه كما نفورو طعام، كيما موالفين نفورو طعام. من بعد يعني نسقي الطعام ديالي كيما راكم شايفين بالماء، نعطيلو الماء تاعو اللي يسحق بهذه الطريقه حتى يشرب، نخليه بيجيه حتى يشرب كامل الماء ديالو. يعني بزاف المناطق البنات كيفاش يديروا هاد الطعام، يعني هاد النوع من الكسكس. حنا في بجاية يعني طريقة أمي الله يرحمها وطريقة عجوزتي نديروه بالفول والجلبانة. بزاف المناطق القبايل يديروه يعني بالخضر، يعني كل واحد وطريقته. هنا من بعد ما فورت الكسكس ديالي حطيت الجلبانة ديالي مع الفول، يعني يفوروا هما تاني بهذه الطريقة. ندير الفول فوقو ونملح الفول ديالي والجلبانة ونحطها فوق القدرة تفور ويطيبوا. بالنسبة للدرسة البنات اللي قلت لكم عليها، عندي هنا حبة بصل مسكرفجة، يعني حبة بصل كبيرة، وعندي شوية تاع الشحمة، يعني الشحمة اللي نحيوها في العيد الكبير تاع الخروف، ونزيدو مغرفة صغيرة تاع الملح، يعني الملح حسب الذوق، ونزيدو كمية تاع الفلفل عكري، يعني 3 مغارف حتى 4 مغارف صغار، يعني تكون كمية كبيرة، لأنه الكسكس ديالنا يجي على يعني اللون ديالو يروح للوردي. ونزيد رشة تاع الفلفل الأكحل ولا فلفل الكحل هكذا البنات، ونزيدو كمية تقريبا نص كاس تاع زيت الزيتون، ونبدا نخلط في الدرسة ديالي بهذه الطريقة هكذا، نخلطها مليح. ونخليها بيجيه من بعد نولي ليها. بالنسبة للفول ديالي والجلبانة خلاص راهم يعني طابو، يعني فارو كما راكم شايفين. درك واش ندير البنات، في الماء اللي غليت النبته ديالي تاع دريس نحط البيض ديالي كامل، يعني البيض حطيت كميه كبيره لانه الكسكس ديالنا ناكلوه بالبيض. حطيت البيض كامل داخل يعني الماء والنبته. من بعد ما نشف الكسكس ديالي بهذه الطريقه، درك نروح يعني ندهنو بالزيت الزيتون هاد المرة هكذا، ندهنو مليح بزيت الزيتون. من بعد نحكم الفول ديالي والجلبانة لي فارو، نضيف فوقهم الكسكس ديالي اللي دهنتو بزيت الزيتون، يعني ندير كمية قليلة
من بعد نزيد الدرسة اللي درناها مع بعض بالبصل والفلفل العكري وشوية الشحمة وشوية فلفل الكحل والملح وزيت الزيتون. هكذا يعني نوزعوها كامل فوق الكسكس ديالي ونضيف الشحمة ديالي من الفوق. من بعد نغطي كلش بطعام كما راكم شايفين هنا، نغطيها كامل ما تبانش الدرسه ديالي كما راكم شايفين، ونحطها فوق القدره الطيب. يعني نديرو هاد الفتحه في الوسط باش يدخل طياب البصل ديالنا باش يطيب. بهذه الطريقه نحطوها الطفور المره الثانيه. وعلاش قلت لكم الفوره الثانيه ما راهيش عاديه. هكذا هنا بدا يفور لي البنات كي تشوف هكذا فار، يعني ما تنحيوش مباشره، نخليوه 20 دقيقه يزيد يطيب باش يطيب لي هذاك البصل. من بعد ما فار لي وطاب كلش، يعني نقلبو داخل الجفنه ديالي ونكمل نفور الطعام اللي بقى لي ونضيفو من الفوق. من بعد ما فورت الكسكس اللي بقى لي ضفته من الفوق ودهنته بالزيت الزيتون، يعني ندير كميه معتبره تاع زيت الزيتون ونبدا نقلب فيه يعني بزوج مغارف. كما راكم شايفين الصوره هذه راهي بالبخار، يعني اعتذر على هذه الصوره. نبدا نقلبه حتى ياخذ لي اللون الوردي، يعني الكسكس ديالنا وردي. هكذا البنات هذه هي الشحمه درك نحيها، يعني خليتها غير البنه برك. هكذا من بعد نبدا نقدمه في طبق. التقديم ديالي الكسكس راه وجد، يعني سهل، الطريقه ديالو سهله مهله. ان شاء الله تعجبكم البنات. هكذا البنات كما قلت لكم البنات هذا الكسكس صحي كما تقول يما الله يرحمها بكري. ما لازمش يعني كي ناكلو هاد الوصفه ما لازمش نشربوا الماء، لانه عنده يعني النبته هذيك عندها دواء، يعني دواء طبيعي. تقول لي يعني كي تاكليه ما لازم تشربي الماء، بصح انا ما كذبش عليكم البنات، غير ناكل هاد الوصفه نشرب مباشره ما نقدرش. بصح من الاحسن ما تشربوش الماء، يعني باش يعني تقول لي باش الدواء هذاك تاع النبته تدير يعني شغلها في الجسم. يعني هاد النبته تنحي البرد اللي كاين في الشتاء، يعني وعلاش ناكلوه في الربيع باش تنحي لنا كامل المرض اللي مرضناه في الشتاء. هكذا بعد الطريقه زينتو بالبيض البنات. هذا هو الطبق ديالنا البنات كما راكم شايفين هنا. من بعد ما زينتو بالبيض ونقدمو بحبات تاع البيض تاني والسكر. هاد الوصفه ناكلوها بالسكر. هكذا البنات نديرو كمية تاع طعام البنات والبيض وشوية سكر من الفوق وناكلوه بالصحة والراحة. ان شاء الله البنات تعجبكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها وتكتشفوها، يعني اللي ما يعرفهاش. هكذا ما بقى لي غير نقول لكم ولا عجبكم الفيديو البنات بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم لكي تعم الفائدة. ونقول لكم ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم، والى الملتقى، سلام.